ازيكم يا شباب، اخباركم عاملين ايه؟ فيديو جديد وحلقه جديده. وحلقه النهارده حلقه حابب افضفض فيها معاكم عن حبه حاجات مهمه جدا تخص اي حد بيحب دي سي، اي حد شغوف جدا بالاعمال اللي بتقدمها دي سي من كافه اشكالها وانواعها، سواء كوميكس او افلام او انيميشن او اي حاجه بتعملها دي سي. حلقه زي ما قلت كده هفضفض فيها عن حبه حاجات مهمه جدا ليها علاقه بواحد من اعظم المخرجين اللي جم في تاريخ صناعة أفلام الكوميك بوك والسوبر هيروز عامة، وهو زاك سنايدر. فما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لأن التقيل لسه جاي. عنوان الحلقة بقى كان، انت لو دخلت على الحلقة دي هتشوف ان انا حاطط عنوان عريض جدا وبتكلم عن ليه زاك سنايدر. ليه احنا كفام بنحب زاك سنايدر؟ هو يعني مثلا ما فيش غير زاك سنايدر؟ وانا بقى هنا هقول لك ليه الناس، وانا من الناس اللي شايفة ان زاك سنايدر هو المخرج الوحيد اللي يقدر يمسك عالم دي سي، هو الوحيد اللي يقدر يخرج افلام الجاستس ليج والشخصيات الكبيرة عامة في دي سي ويكمل رؤيته ويستمر في اخراج افلام للشخصيات العظيمة دي. فانز دي سي كبروا وحبوا القصص الجدية والظلامية بتاعت دي سي، وباتمان طبعا خير مثال على الكلام ده، وكتير من القصص التقليدية اللي الناس بتحبها وكتاب عظام جدا عملوها زي ألان مور، فرانك ميلر، سكوت سنايدر ونيل جيمن من دي سي فيرتيجو. قصصهم هي النوعية المفضلة لزاك سنايدر، وده سبب واضح احنا كفانز حبينا وكبرنا على القصص الجدية والسوداوية والعميقة اللي بتقدم لنا قصة مش بس بتتكلم عن بطل خارق ضد شرير، بالعكس بل بتقدم لنا بطل بيمر بصعوبات وتحديات كبيرة، وفي أوقات كمان ممكن يخسر كل حاجة عملها وبيفقد أهم حاجة عنده وهو رمز البطولة اللي فيه، في سبيل وصوله لنتيجة توصلنا احنا كفانز بنقرأ وبنشوف وبنتفرج ان احنا نستلهم حاجات منه، نعمل حاجات منه في حياتنا الواقعية ونقدر نغير بيها الواقع اللي احنا عايشين فيه بطريقة أحسن. إن هو يدينا موتيفيشن، يحمسنا لحاجات معينة، يعني يلهمنا لحاجات البطولة دي، وإن احنا نكون فعلا مثال للخير في الوجود اللي احنا عايشين فيه. وزي ما قلت لكم إن زاك سنايدر دي نوعية القصص المفضلة اللي هو بيحبها في دي سي. هو بيحب النوعية دي من القصص، بيحب القصة الجدية والظلامية، وهو اقتبس حاجات كتير منها في الحاجات اللي هو قدمها لنا، بالإضافة كمان لعدم وجود كوميديا بزيادة في الأعمال اللي هو بيقدمها. يعني احنا بنشوف دلوقتي الأفلام زي مارفل مثلا بتقدم كوميديا بطريقة أساسية في الفيلم، مش الوسيلة اللي هي بتحاول تلطف بيها أجواء الفيلم الجدية والسوداوية، لا ده هي بقت ركن أساسي في الفيلم، وده اللي زاك سنايدر ما بيحبوش تماما. وكان ليه مقولة شهيرة جدا بتقول have fun but do not make fun، يعني خلي المتعة والكوميديا في التصوير بس ما تخليهاش محور ونتيجة الشغل، لان ده هيودينا في الاخر لفيلم مسخة، فيلم كده هتخش هتنبسط بكل اجواءه من الكوميديا الساخرة اللي فيه، ولكن هتطلع حاسس ان انت ما تعلقتش بالعمل ده، ما تعلقتش بالبطل ده لدرجة قصوى، يعني لأقصى درجة ممكنة. وده فعلا اللي احنا بنشوفه وبيفرق كتير جدا في الافلام اللي احنا اتفرجنا عليها. انا مثلا واحد في البداية انا كنت من عشاق مارفل، انا ابتديت فيلم ايرون مان كان يعني جبار وكنت مستمتع بيه لأقوى درجة، وبعد كده لما دخلت بقى وشفت اعمال لدي سي يعني، وابتديت شفت فيلم ذا باتمان الاولاني باتمان بيجنز بتاع كريستوفر نولان، ودخلت في الثلاثيه بتاعت نولان عجبتني جدا وكنت بص مبسوط بيها لدرجه مش طبيعيه. وبعد كده شفت مان اوف ستيل، انبهرت انبهار غير طبيعي وتعلقت بالشخصيه دي لاقصى درجه ممكنه. يعني انا كنت فان لباتمان، بعد كده بقيت فان لسوبرمان بشكل كبير جدا، والفضل يرجع لزاك سنايدر، هو اللي حببني فيه بطريقه مش طبيعيه. وزي ما كنت بقول لكم زاك سنايدر استلهم واقتبس حاجات كتير من الصناع القصص الجميله اللي انا اتكلمت عنهم، العظام اللي انا اتكلمت عليهم في الاول. كمان في ناس بقى استلهموا حاجات من اعمال زاك سنايدر في الكوميك بوك الخاصه بيهم، من طريقه حوارات من لبس واشكال وبتاع، زي ما شفنا كده في كوميكس ديس ميتل لما شفنا باتمان هو لابس الكود بتاعه المعطف اللي لبسه في النايت مير. كانت حاجات جميلة جدا، وهتلاقي أشكال كتير موجودة حتى في الكوميكس عامة دلوقتي، في حاجات بتستلهم منها، ده غير الأعمال الفنية التانية كتير من مسلسلات وأفلام. فزاك سنايدر كده زي ما الناس على تويتر بيحبوا يقولوا عليه البلو برينت أو الم... مش عارف المهندس، يعني اللي هو الواحد اللي إيه بيخطط لكل حاجة.
وزاك سنايدر كمان بيتميز بحاجة مهمة جدا، وهو فان لدي سي. زاك سنايدر مش مجرد مخرج جاي ياخد يعني ويشتغل كده يعمل سبوبة حلوة في دي سي زي ما بنحب نقول. هو مش الشخصية دي، هو مش النوعية دي. شوف الكواليتي بتاع أفلامه، شوف جودة العمل، بيطلع عامل يعني بيطلع بصورة عاملة ازاي. الكواليتي بتاعه حاجة فوق الطبيعية. انت الفيلم حرفيا، انا افلام زاك سنايدر مان اوف ستيل وبي في اس وجاستس ليج سنايدر كات، انا شفتهم تقريبا كل واحد فوق ال10 مرات. كل مرة بكتشف حاجات تانية في الفيلم بعد ما بشوفه. حاجة في منتهى الروعة. شخص مهتم جدا بكل تفصيلة، شخص حابب جدا كل تفصيلة. شوف فيلم مان اوف ستيل وقدم لنا قد ايه قصة اوريجين محترمة جدا، ويعتبر انا من وجهة نظري من افضل قصص الاوريجين اللي اتعملت في تاريخ اعمال السوبر هيروز عامة، من كوميك او حتى من افلام او انيميشن او حاجه. اتعملت بصوره جامده جدا وعجبتني بشكل مش طبيعي. فده شخص محب جدا لدي سي، وهو كمان مش بس دي سي، هو بيحب الكوميكس عموما. فان للحاجه دي، وعارف انا هدليفر الحاجه دي ازاي للشخص اللي بيشاهدها. زاك سنايدر كمان قدر يعمل تحفة واتشمان، يعني حاجة كده زي ما بيقول الكتاب بالظبط. طلع فيلم جميل جدا وسابق العصر، وده مش بشهادة اي حد، انا هقول لك بشهادة كريستوفر نولان. قال ان الفيلم ده سبق عصره بشكل مش طبيعي. كريستوفر نولان هو اللي قال كده، وحط تحت دي 100 مليون خط. كريستوفر نولان بالمناسبة شارك مع زاك سنايدر في افلام كتير، منهم مان اوف ستيل. كان هو تقريبا يعني من الكتاب الفيلم، او كان تقريبا منتج معاه حاجة زي كده، ولكن شارك في الفيلم وهو صديق عزيز جدا لزاك يعني. ده غير بقى كمان مش هتكلم على تحفة باتمان فيرسس سوبرمان بي في اس اللي عملها لنا بصورة مش طبيعية. الفيلم ده هو واحد من افضل افلام الكوميك بوك بالنسبه لناس كتير جدا. فيلم فيه احداث كبيره جدا، احداث كتيره جدا، احداث عميقه جدا. يكفي ان اقول لك ان الفيلم ده بقاله فوق ال6 سنين عامل جدل ما بين الناس بتتكلم عليه، الناس بتتناقش عليه. ناس بعد 6 سنين غيروا رايهم بشكل كبير جدا في الفيلم بعد ما شافوا التحفه العظيمه اللي عملها زاك سنايدر، وان هي فعلا برضو بتبقى سابقه لعصرها. يعني زي ما قال كريستوفر نولان في واتشمان سابق لعصره، هنا كمان بي في اس سابق لعصره. فيلم كان فيه احداث كبيره جدا. انت تخيل زاك سنايدر مخرج، اقول لك مخرج بيعمل عوالم خارج الكوميكس جوه العالم السينمائي، وبيخلقها وبيخلق عوالم مختلفه وممكن تكون جميله جدا واحلى من الكوميكس كمان بتتفوق عليها. شوف عالم النايت مير اللي هو بناه، فتح لك باب لقصص مهوله وعظيمه جدا ممكن تقدمها في دي سي وتكون حاجه مختلفه وثوريه عن اي شركه تانية بتقدمها. شوف عالم ارمي اوف ذا ديد اللي عمله في نتفليكس في فيلم واحد بس، فتح لك برضو حاجات كتير. هو دلوقتي بيبني اساسا عالم جديد في نتفليكس اسمه ريبل مون، وكمان بيقول ان هو هيكون حاجه زي ستار وورز الجديده، حاجه يعني بالسكيل ده. فانت متخيل واحد زي ده بيبني عوالم جوه العوالم بصوره جميله جدا تخليك انت منجذب اساسا للعالم ده وعايز تتابعه باي طريقه. وده طبعا بقى يعني غير بي في اس وغير واتشمان العظمتين اللي انا بتكلم عليهم دلوقتي. في المان اوف ستيل يا جماعه، شوفوا رؤيته لسوبرمان وبدايته معاه من لما كان صغير وازاي اتعامل مع قوته، ودور مارسا وجونسون كينت اللي لأول مرة بنشوفه بشكل حلو جدا في عمل سينمائي، ان هم يدربوه ويطوعوا قوته. ان انت يا ابني حاجة كبيرة جدا، انت هتحدد مستقبل الارض زي ما قال جونسون كينت في الفيلم. ورؤيته ليه ان هو جسر ما بين كريبتون والارض، وكونه اول مولود بيفكر بمنتهى الحرية، عنده حرية الارادة في مجتمع يعني ديكتاتوري. يعني احب اقول في كريبتون كل مولود بيبقى مولود هو عارف هو يعمل ايه وحياته مستقبلا هتبقى عامله ازاي. وده كان اول مولود حر في كريبتون هو سوبرمان، وان هو يحط الكودكس بتاع كل مواطنين كريبتون جوه جسمه ويكون جواه، بيخلق لك نوع جميل من القصص. ده غير كمان في حبة تفاصيل كده انا هقول لكم عليها، يعني هي دي اللي بتميز زاك، بتفتح لك ابواب كتير. يعني شوف اللقطة لما كان بيدمر الورلد انجن، الحاجات اللي طالعه اساسا، الايدين اللي طالعه، الايادي اللي كانت طالعه من الورلد انجن دي، ده ريفرنس كبير جدا لبرينياك. وان اساسا التكنولوجي اللي هم استخدموها الكبيره جدا دي بتفتح لك المجال لقصص تانية كتير. انت ممكن تشوف برينياك مستقبلا. اللوجو، وفي لوجو كده ظهر برضو، هحاول اجيب لكم الصوره بتاعته في الفيلم وهو بيحارب الورلد انجن، ده اللوجو بتاع برينياك، ريفرنس صريح جدا لبرينياك هيجي مستقبلا، وان التكنولوجي دي وتدميره ليها ممكن تكون جرس انذار لبرينياك يجي يغزو
المكان ده ويجي ينقض عليه، وان الكريبتونايت ممكن يكون هو السلاح القادم ليه. فكلها حاجات بتودينا لقصص عميقة وكبيرة جدا، بتبين لك قد ايه زاك ده شخص مهتم وشغوف جدا بحاجة اسمها دي سي. غير كمان اللي يعني النظريات اللي انا بكلمك عليها دي، اللي هي اساسا بتبقى اجمد حاجه في افلام السوبر هيروز، ان يبقى في نظريات بعد الفيلم وانت تقعد تحلل وتشوف ما بعد الفيلم ايه اللي بيحصل. كمان تشوف تقديمه لصراعه مع عدم قبول البشر ليه وتجسيده كإله حرفيا. زاك سنايدر حرفيا كان في شوت كان جايب هنري كيفل بيتكلم تقريبا مع واحد كده كان شغال في كنيسه، اما كان بيقول له ان انا ما بثقش في زود وفي نفس الوقت ما بثقش في البشر، حاطط صوره جيسس وراه جنبه لازقه فيه كده، بيقول لك ده تجسيد الاله، هو جايبه بصوره تحسسك فعلا ان هو حاجه كبيره جدا. وزاك سنايدر وربطه مع الميثولوجيات والحاجات اللي هي ليها علاقه بالآلهة وكده حاجه عظيمه جدا. انا ما شفتش مخرج قبل كده بيعرف يظبط الحاجات دي حرفيا، ما بتظبطش مع اي حد. زاك سنايدر واحد من المخرجين القليلين في العالم اللي بيعرف يعمل النقطه دي كويس جدا. سيبكم بقى من الموضوع ده كمان، يعني غير مان اوف ستيل برضه هكلمكم في نقطه تانية مهمه جدا، ان احنا عرفنا الفرق بيبقى عامل ازاي لما مخرج زي زاك سنايدر يعمل فيلم للجاستس ليج، ولما مخرج افلام الافنجرز جوس ويدن الفيلم نجح جدا وكان قصة للدنيا يعمل جاستس ليج، مع انها نفس القصة بس الاختلاف في كل حاجة حرفيا في الفيلم. وعرفنا ان الاصلح لدي سي لانه مخرج بيحب دي سي وفاهم الشخصيات على عكس مخرجين مارفل زاك سنايدر يعني بان الفرق واضح وضوح الشمس. احنا هنا هو جبنا مخرج من المخرجين اللي عملوا افنجرز الفيلم الناجح جدا اللي جاب 1.5 مليار تقريبا او اكتر وعمل نقلة نوعية في الصناعة. شفنا الفرق لما واحد من مارفل بيجي يمسك حاجة لدي سي بتبقى عاملة ازاي، ولما واحد بيحب دي سي حرفيا وعارف هو عايز ايه وبيعمل ايه وعارف هو بيعمل كده ليه عشان ده اللي الفانز حرفيا عايزاه بتوع دي سي. بان الفرق. وزاك سنايدر عشان برضو انا النقطة دي بحب انوه عليها جدا، زاك سنايدر مش بس بيقدر يقتبس من قصص الكوميكس، لان هو يقدر يبني لك عوالم من افكاره زي عالم النايت مير زي ما قلت لكم، وغزو دارك سايد للارض والسيطرة على سوبرمان ومحاولة باتمان وفرقته بتغيير التايم لاين. الحاجات دي مش موجودة في الكوميكس لحد ما شفنا قصة مشابهة ليها عملها سكوت سنايدر وهي قصة ديس ميتال زي ما قلت لكم، وفيلم ابوكاليبس وور واللي شفنا فيه افكار مليانة من عالم زاك سنايدر، وكانت النهاية جميلة جدا في فيلم الانيميشن بفلاش بوينت. وزي ما قلت لكم فيلم ارمي اوف ذا ديد ريبل مون الجديد اللي هيبقى ستار وورز الجديد. حد شاف الكلام ده قبل كده؟ حد شاف الكلام ده من مخرج تاني قبل كده؟ طب عرفتوا ليه زاك سنايدر؟ بس كده ما تنسوش لايك شير وسبسكرايب، وما تنسوش ان التقيل لسه جاي. ولو انتوا يعني حابين زاك سنايدر زيه وعايزين فعلا توصلوا الصوت ده لاي حد تاني مش عارف قيمة الراجل ده في مكانه في دي سي، يا ريت تشاركوا الفيديو ده على اوسع نطاق. وما تنسوش لو الفيديو عجبكم تقولوا لنا في الكومنتات عجبكم ليه وحابين تتكلموا معايا في ايه في الكومنت. سلام.